ثم انت بقالك 25 سنه قاعد تفشر وتقول انا اعظم نادي في الكون. كان حد فتح بقه؟ ما انت قاعد بتفشر اهو. هتقول لي ده الجمهور اللي قال مش مجلس الاداره. طب ما مجلس الاداره ما طلعش يتكلم مع الجمهور ليه؟ قال لهم لا يا جدعان ما فيش حاجه اسمها اعظم نادي في الكون، احنا فريق من الفرق الكويسه جدا في مصر وافريقيا، لكن اعظم نادي في الكون ايه؟ لا ما تعرضوهاش قوي، ما حدش يتكلم. فاذا هم راضيين، فانت ومجلس ادارتك قاعدين تقرفونا بقالكم 600 سنه اعظم نادي في الكون اعظم نادي في الكون، وما فتحناش بقنا. والله انا كنت عايز اتكلم معاكم على قرعه دوري ابطال افريقيا وقرعه الكونفدراليه والمجموعات، لكن النادي الاهلي وصفحات النادي الاهلي والسوشيال ميديا تسكت. الكابتن حسين لبيب الراجل طلع قال نادي الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر. لا ازاي يقول الكلام ده؟ الراجل ده لازم نقيم عليه الحد. فجيت بسرعه بقى اتكلم معاكم في السلوجان اللي اطلقه الكابتن حسين لبيب لانه مهم جدا جدا، وانا مش بدافع عنه، انا هقول الحقيقه، بس انت لازم تعرف هو قال كده ليه، لان في دوافع انه قال كده، وبرضه لازم تعرف هم ليه متضايقين في التوقيت ده ان هو قال كده. فيلا بينا نبدا الحلقه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مبدئيا كده صلي على النبي، اشترك في القناه، فعل الجرس، وسريعا مش هطول عليك. كابتن حسين لبيب طلع في احد البرامج الرياضيه وقال ان نادي الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر. فطبعا قوبل هذا السلوجان بغضب شديد جدا في الشارع الاهلاوي المصري. ليه؟ لانه ازاي الكابتن حسين لبيب يقول الكلام ده بعد السوبر الافريقي؟ خلي بالك بقى من حاجه مهمه، لو كابتن حسين لبيب كان قال السلوجان ده من شهر قبل السوبر الافريقي ما كانش حد اتكلم، كان هيقول لك ايه؟ يا عم سيبه يتكلم، في السوبر الافريقي هنديله على عينه زي ما كانوا بيقولوا قبل كده، اصلا هنديله على عينه ونعرفه مين اكبر قلعه رياضيه في مصر. فلما الزمالك كسب وكابتن حسين لبيب يقول السلوجان ده يوجعهم، فبالتالي هتلاقي شياط في النادي الاهلي وشياط على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات بقى الفيسبوك واللجان الالكترونيه بيتكلموا ان ازاي اصلا حسين لبيب بيقول الكلام دوت، واعضاء مجلس اداره النادي الاهلي يطلعوا على الفيسبوك يقول لك ايه؟ هو بيتكلم بجد، انا مفكره بيهزر. طب اشمعنى في الوقت ده انت بترد عليه؟ مش انتوا كنتوا الاول بتقولوا الصمت لغه العظماء؟ لكن لا 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 لا, لا. الصمت لغه العظماء لما حد يكلمك انت ما تقدرش ترد عليه. لما حد يكلمك انت ما تقدرش ترد عليه، تبقى خايف منه. لكن لما حسين لبيب يبقى كسبان السوبر ويقول لك الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر، فانت محروق بقى. ازاي انت هتركبنا بقى يا معلم ولا ايه؟ انت هتركب الموجه يا عم حسين يا لبيب ولا ايه؟ لا يا باشا، خش ببوست، خش بالتاني والناس تتكلم والاعلام يطلع يتكلم ويجي واحد زي ابراهيم سعيد يقول لك ايه يا عم اللي انت بتقوله؟ اكبر قلعه رياضيه في مصر ايه؟ يا عم انا لسه كسبان حتى في السوبر، يعني احترم نفسك. ثم انا هقول لك على حاجه، هو اكبر قلعه رياضيه في مصر فعلا. كابتن حسين لبيب يقصد ان الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر باللي بيحصل فيه. انا هقول لك انت كاهلاوي، وعلى فكره الكلام ده بكلمه بجد اقسم بالله، والناس عارفه ان انا ما بطبلش لحسين لبيب، انا كنت الاول بهاجمه، لكن لما بنكسب وفي استقرار، هو على فكره مفيش استقرار، خلي بالك من حاجه مهمه جدا، احنا لسه ما عندناش استقرار، احنا يا دوب بنقول يا هادي. ليه؟ المجلس ده بقى له 11 شهر بيسدد مليار جنيه، تخيل لو المليار جنيه دوت بيجيب بيه لعيبه كنا جبنا 10 فرد ما لهمش حل. فالمجلس ده بس يفوق من الديون. هو احنا حاليا فاضل لنا قضيتين والله اعلم، اتشيمبونج وخالد بوطيب، نخلصهم وان شاء الله السنه الجايه نعمل ميركاتو عالمي. خلي بالكم من حاجه مهمه، مجلس اداره الزمالك دلوقتي بدا يفكر بره الصندوق، بولندي، انجليزي، سنغالي تحت السن، ايفواري تحت السن. احنا خلاص بدانا نركب التراك الصحيح، فواحده واحده وبشويش ونساند مجلس اداره لانه يركب الطريق الصحيح. الراجل قال اكبر قلعه رياضيه في مصر. والله لو الاهلي بيحصل له عشر، مش هقول لك ربع اللي بيحصل لنادي الزمالك، كان الاهلي ده زمانه دلوقتي مع بلديه المحله وانبي، مع احترامي للناس دي كلها، بيصارع معاهم. هات لي نادي في العالم بيحصل له اللي بيحصل للزمالك. يا جدعان احنا بقالنا 25 سنه ما عندناش رئيس نادي قعد 4 سنين. فين الاستقرار؟ فين الموارد؟ فين الرعاه اللي يجوا لك؟ فين الراعي اللي يطمئن معاك يبقى سبونسر على التيشيرت بتاعك؟ هيقول لك لا يا عم الحاج انا ممكن امضي مع رئيس النادي ده وكمان شهرين يتشال. اديك شفت كسبت السوبر بس 2 رعاه جداد، ولسه اللي جاي احسن، وانا لسه لغايه دلوقتي ما ثبتش، اثبت بس على ارض خصبه. والمجلس ده يستمر 4 سنين بس، بلاش تخبط ويبقى كل واحد ليه الملف بتاعه زي ما انتوا بتعملوا دلوقتي، والدنيا هتنجح وان شاء الله ربنا هيكرمنا واللي جاي هيبقى احسن. فانت ما تجيش تقارن فريق بقاله 25 سنه مستقر ماديا واعلاميا وافريقيا وكل حاجه، تقرب فريق احنا مش عارفين اصلا مين رئيس مجلس الاداره بتاعه بقالنا 25 سنه، كل شويه حل مجلس اداره، لا تعيين، لا هات فلان، لا شيل علان، وفي الاخر تحكم وتقول انا احسن منه. لا يا باشا انت مش احسن منه، خليني زيك وحاسبني.
ثم انت بقالك 25 سنه قاعد تفشر وتقول انا اعظم نادي في الكون. كان حد فتح بقه؟ ما انت قاعد بتفشر اهو. هتقول لي ده الجمهور اللي قال مش مجلس الاداره. طب ما مجلس الاداره ما طلعش يتكلم مع الجمهور ليه؟ قال لهم لا يا جدعان ما فيش حاجه اسمها اعظم نادي في الكون، احنا فريق من الفرق الكويسه جدا في مصر وافريقيا، لكن اعظم نادي في الكون ايه؟ لا ما تعرضوهاش قوي. ما حدش يتكلم. فاذا هم راضيين، فانت ومجلس ادارتك قاعدين تقرفونا بقالكم 600 سنه اعظم نادي في الكون اعظم نادي في الكون، وما فتحناش بقنا. لما الراجل بتاعنا طلع قال الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر، حرقتكم دلوقتي. يا راجل اتفرج على عصام الشوالي وهو بيذيع الماتش، قال لك ايه؟ يبقى الزمالك الزمالك، بفلوس هو الزمالك، من غير فلوس هو الزمالك، بمجلس اداره هو الزمالك، من غير مجلس اداره هو الزمالك. الزمالك كبير وهيفضل كبير بجمهوره. انت واخد بالك من الكلام؟ يلي بس قافش لي تعليقات الشوالي في ماتش نهائي القرن. طب اسمع بقى عصام الشوالي على الرايق وهو بيكيفنا كده ويمزجنا وبيقول طرب سوبر القرن اللي اديتك فيه على عينيك، اتفرج وتمزج. لكن في الوقت ده الشوالي وحش. اعرف اهلاويه بيقولوا ايه؟ طب ما لازم الشوالي يقول كده، ما هو زملكاوي. هم اصلا ما لهمش ملكه. فرجاله بعد اذنكم، وده حقيقه، الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر. الزمالك بس يثبت وما بقاش في مشاكل وما بقاش في وقف قيد وما فيش لعيبه ليها فلوس، واحنا فلوس على وش اي حد. فما تهيصوش وتكبروا المواضيع وتحاولوا تحجموا نادي الزمالك من دلوقتي اللي هو ايه؟ لا 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 لا, لا اضرب من دلوقتي عشان ما يتفرعنش. لا هنتفرع، احنا اكبر قلعه رياضيه في مصر وفي افريقيا، ولما بيبقى عندنا بربع جنيه استقرار بنديكوا على عينيكم. اهو مجلس اداره بقى له 11 شهر وجاي يسدد مليار جنيه، اخذ بطولتين افريقيتين في 11 شهر اللي هو مش مستقر فيهم. ما بالكم لو استقر؟ عليا النعمه لا يعمل منكم بانيه. فريحوا وما ترجوش كتير، واللي جاي ان شاء الله احسن. وبالنسبه لجمهور نادي الزمالك بعد اذنك ساند مجلس الاداره ده، سانده بكل ما اوتيته من قوه. داخلين على السوبر المصري، مش عايزين نقعد نهجص ونقول هنكسب الاهلي في النهائي. انت لسه ما وصلتش النهائي، انت قدام منك بيراميدز، ما تعملوش زيهم. احنا هناخد السوبر من الزمالك ونأنتخ، مفيش الكلام دوت. احنا قدامنا ماتش بيراميدز، احنا عايزين نركز في ماتش بيراميدز. قدامنا فريق قوي اسمه بيراميدز. بيراميدز سكواد اعلى من سكواد الاهلي، واللي بيفهم كوره يقول لك كده، والاهلاويه نفسهم يقولوا لك كده. بس يقول لك ايه؟ بيراميدز ناقص له جمهور ومسانده اعلاميه. لو بيراميدز معاه جمهور ومسانده اعلاميه زينا هياكل الدنيا. بلاش ده كله، شيل لعيبه الاهلي دي كلها ارميها عليا، ارميها، وهات لعيبه بيراميدز دي كلها كده بص قوي بس حطها في الاهلي ولبسها شيرت الاهلي. الاهلي ده اللي هو بيراميدز يعني هياخد افريقيا وهياخد الدوري وهياخد الكاس وهياخد السوبر الافريقي وهياخد كل حاجه وهيحتل افريقيا. ولو انا بكذب افتكر الاسماعيلي كان بالفرقه دي كلها كان يا دوبك بينافس على الدوري او خد الدوري مره. الاهلي اخد لعيبته كلهم، بدل ما كانوا لابسين اصفر لبسهم احمر وحطهم عنده، وبقى في جماهير مسانداهم واعلام مساندهم. اديك شايف بنوا عليها قد ايه. فلازم نركز. احنا ماتشنا الجاي مع بيراميدز مش مع الاهلي خالص. انسى الاهلي، خرجوا من دماغك دلوقتي يا زملكاوي، لان هم عندهم نفس المشكله. هو بيقول لك ايه؟ انا هكسب الزمالك في النهائي. انا مركز مع بيراميدز، انت بقى ايه؟ اسرح مع سيراميكا خليه ترقعك وبقى ايه؟ اخرج ويبقى لا طولت ناقه ولا جمل. بس انا والله مش بمهد، انا كزملكاوي وهو كاهلاوي لو خيرته بين البطولتين قلت له بص يا معلم في 2 سوبر، واحد افريقي وواحد مصري، هتكسب واحد من الاثنين، هتقول له ايه؟ هيقول لك الافريقي، وانا نفسي هقول الافريقي. فانا اخدت الاهم، بس مش معنى كده ان لا 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 خالص. انا ان شاء الله لازم اكسب بيراميدز الاول. ركز في الكلام، بيراميدز الاول. وبعد ما اكسب بيراميدز الاول اقعد كده اهدي حالي واتفرج هلاعب مين في النهائي، الاهلي ولا سيراميكا. عشان لو الاهلي هو اللي فاز وطلع لي النهائي هيبقى ليه ترتيبات مهمه جدا. لان الماتش ده لو حصل اللي في دماغي، اديك شفت ماتش واحد اتغلبوا حصل فيه ايه؟ فضايح ولاعيبه شلت الغطا من على بقها بدات تتكلم وحوارات كبيره قوي بتحصل. يصبرهم ان هم بيدوا نفسهم دفعه معنويه ان احنا يا جماعه اول ما ناخد السوبر المصري هنرجع تاني ونرد. طيب اديهم بقى على عينيهم ان شاء الله، الموضوع هيبقى جميل قوي. هنشوف حاجات ما شفناش قبل كده، وايه واديهم مستقرين وفلوس واعلام وكل حاجه. لما يتغلبوا بس بطولتين في 25 يوم من الزمالك، اتفرج على الانهيار العصبي، هيلموا كنزات من الشارع. فان شاء الله اللي جاي احسن، ولازم نساند مجلس الاداره. وسامعك يا اللي بتقول لي ايه هتبدا تقبض، قسما بالله ولا بقبض مليم. ريح، انا الشهر اللي فات بقى عمال اقول بيبو لاباليبو بيبو وعمال اتريق عليه. فمش عايزين تهجيص، بس طالما ماشيين في الطريق الصح يبقى انا راجل حمار لو ما ساندتوش. يبقى انا راجل فعلا بقبض. يعني لما الاقيه ماشي في الطريق، ما انا كنت بهاجم جوميز
بهاجم جوميز وعمال اقول انت ما عندكش فكره، كسب ولعب ماتش حلو، اهاجمه يبقى انا بقبض. لكن انا بقى لا، طالما انت كويس انا في ظهرك. يعني دلوقتي انا بهاجم دونجا كلاعب لانه لعيب اونطه. ليه؟ لانه فعلا ما بيفيدنيش، ما بيفيدنيش. سيبكم من الهجايس اللي بتحصل، لكن انا مش هتكلم فيه دلوقتي. يعني شويه شويه هكلمكم فيه، لان احنا كل فتره مبتليين بلعيب او باتنين لعيبه يزهقونا. فانا شايف ان الفتره دي فتره زهقنا من دونجا، فهيزهقنا في عيشتنا وهو لعيب ابيض فاضي. خلي بالكم، سيبكم من الهجايس اللي بتحصل دي. فانا في مره كده او بعد السوبر عشان نتكلم، او قبل السوبر، انا لازم اقول لكم يا جدعان ان هو لعيب فاضي، والله العظيم لعيب فاضي. جون الاهلي فينا غلطته يا جدعان، ما عملش حاجه حلوه في ماتش الزمالك. اتفرج على الماتش بهدوء دلوقتي، هات كده ماتش الزمالك والاهلي بهدوء واتفرج على دونجا وتحركات دونجا ولمسات دونجا. ابيض يا ورد. انا كزملكاوي ما بحبش الشو واللقطه ويا ما بمليش في الجو ده. اديني في الملعب يا معلم. اديك شفت عبد الشافي كان شفتح بقه ومموت نفسه. انا ما بحبش الناس الكبيره في السن اللي بتلعب. طالما شيكابالا بيلعب ومديني مجهود هقول لك ماشي. عمر جابر الاسطوط بصراحه عجبني في ماتش الاهلي والزمالك اللي فات، كان نجم كبير. عبد الله السعيد يا جدعان، ايه ده يا جدعان؟ اللهم صل على النبي، مش عايزين نقر عليهم. فطالما الناس الكبيره في السن دي بتديني انا معاهم. ما تبقاش بقى عيل صغير لسه شاب ورئتك بسم الله ما شاء الله عليها وقاعد مش عارف تقطع كوره. يا جدعان رقم 6 اكرم توفيق بتاعهم يعدي نص الملعب ويعدي واحد واثنين ويخش منطقه الجزاء ويشوط، وانت ماشي بتتمشى جنب منه، وفي الاخر بعد الماتش تقول لك انا وانا وطالع تبص للماليه وتاخد الشو. احنا لو كنا ضربنا الماتش ده كنت انت هتتشلوح، لان انت الغلطان الاول والاخير في الجون. لكن بصوا الفوز بيضيع الغلطات ما ناخدش بالنا منها. انا بقى مش كده. انا لما بكسب وشايف عندي حاجه وحشه لازم اتكلم فيها. في مواضيع كتير قوي عايزين نتكلم فيها، والفتره الجايه ان شاء الله هتلاقوني بنزل فيديوهات بشكل مستمر. يعني النهارده ان شاء الله فيديو، وبكره ان شاء الله كل يوم فيديو كده لغايه ما نوصل للسوبر. لان الحمد لله رب العالمين عايز اقول لكم على حاجه كويسه. انا قناتي بدات تتشاف وتتشاف من ناس مهمه جدا وبيكلموني. والله العظيم انا فعلا بقيت مبسوط. بيقولوا لي انت اسلوبك حلو وبتتكلم صح وبتحب نادي الزمالك. فخير، لعل وعسى ربنا يكرمنا والفتره الجايه ايه نشد مع بعض شدات كويسه، ونبقى صوت الزمالك الجميل المحترم اللي بيخاف على نادي الزمالك. تابع فيديوهاتي كلها الحمد لله رب العالمين. عمري ما قلت على حاجه وما حصلتش. انا مش بتاع انفراد. خش يا ابني على اللعيب. انا بص في لعيب عندنا انجليزي اهو بيعمل كشف طبي وكل حاجه، انا اتكلمت عنه ما بتكلمش عنه. انا بتكلم على اللعيب جوه الملعب. انا راجل يوتيوبر مش جريده بتقرا بس وخلاص. لا لا لا، انا لازم اقول لك تفاصيل. فلازم اقول لك تفاصيل على ارض الواقع. لكن اقول لك ايه الزمالك يفاوض اللاعب النسر النيجيري فلان الفلاني هرب إيه وما يجيش. طب هتحاسبني هتقول لي حاجه؟ لا مش هتقول لي حاجه. ليه؟ لان انت هجاص. فللاسف كل اليوتيوبر بيعملوا كده. خش على اي يوتيوبر ما عدا الواد الشابوني. الواد الشابوني ده عسل. هو اصلا على فكره انا متابع الشابوني ده من زمان قبل ما يتشهر، والله العظيم من يجي سنتين وانا اقول الواد ده كويس جدا وبيقول كلام حلو وبيفهم كوره. خلي بالك من حاجه، ما تابعش يوتيوبر قاعد بيقول لك اللي انت شفته في الماتش. طب ما انا شفته يا عم. قول لي حاجات انا شفتها ومش واخد بالي منها. قول لي حاجات بين السطور. يعني مثلا انا دلوقتي بقول لك ايه سبب جون الاهلي في الزمالك في السوبر اللي هو ضربه جزاء؟ دونجا قلبا وقالبا و100%، وهو اللي لبسنا الجلابيه دي دونجا. لكن حد قال الكلام دوت؟ لا 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 لا، الله يا زمالك يا دونجا يا حراق. ده كله كلام في الهجايز، وعايزين يتوددوا للعيبه ويقربوا للعيبه ويصاحبوا لعيبه. انا ما عنديش الكلام ده. انا صاحب الزمالك، حب الزمالك، بيت الزمالك. اللعيب اللي هيتفزلك هنديله على عينه. اللعيب الراجل هشيله كده على دماغي، لان انا في الاول وفي الاخر عايز الزمالك يكسب عشان ابقى مبسوط. شايف انت الراحه النفسيه اللي انت فيها دلوقتي؟ انا دلوقتي لما بقعد على الفيسبوك مثلا والاقي ايه جمهور الاهلي، اصل انا طبعا معروف زملكاوي جامد، يبعتوا لي على الخاص القاضيه ممكن وصوره قفشه واللي بكل سهوله. هم منزلوا بقى ايه صوره ضربه جزاء وسام، صوره جون منسي، صوره جون ايمن منصور. هادي، بعرف ارد، بعرف اتكلم. ففوز الزمالك بيعمل لي حاله نفسيه جميله. يعني انا الايام دي بمر بظروف نفسيه صعبه والله العظيم في شغلي والدنيا معايا مش مظبطه، لكن الزمالك عامل لي حاله جميله. انا كسبان، فاخد الصدمه او اخد الضربه اعمل كده. يعني مش الزمالك كسب هتعدي ان شاء الله، يعني المشكله هتعدي ان شاء الله. فتلاقيني ايه بارد. حتى يعني في البيت عندي يقول لي انت ايه اللي انت اقول لهم الزمالك كسب. فالحاله النفسيه الحمد لله رب العالمين كويسه. فيا زمالك انا نفسيا وانت نفسيا لما الزمالك بيكسب بتبقى مرتاح. فممكن ان شاء الله الفتره الجايه عايزين نساند الاداره ونساند اللعيبه الجامده، اللعيبه الكويسه، بس ما نافورش قوي الفرحه. يعني انا شايف الناس عماله تتكلم على ناصر منسي الاسطوره ولا لا يا باشا. اللي هيديني 90 دقيقه في الملعب راجل ايا كان مين هسنده. ف يا رب اللي جاي يبقى خير ونركز في السوبر المصري
ولو عجبك الفيديو اشترك في القناه، فعل الجرس، وتابعني، وسلام عليكم.